أنشأت فيديو تعليمي حول تنوين الفتح. في رحلة تعليمية جديدة، سنتكلم عن واحد من علامات التشكيل المهمة في اللغة العربية: تنوين الفتح. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تضاف إلى أواخر الأسماء وتتغير حسب الحركة الأخيرة في الكلمة. التنوين يعبر عن الحالة الإعرابية للكلمة ويدل على النكرة. تنوين الفتح هو نوع من أنواع التنوين الثلاثة، وتأتي دائماً مع الألف. لإنهاء الكلمة بتنوين الفتح، يجب أن نضيف الألف بعد الحرف المتحركة الأخير. مثلاً في كلمة كتاباً، نلاحظ إنه في تنوين الفتح على الباء وبعدها الألف. لماذا نضيف الألف؟ هذه الألف تعبر عن التنوين، ولكنها لا تظهر في النطق. الألف تظهر فقط في الكتابة لتشير إلى وجود تنوين الفتح. هناك استثناءات لنظام الألف، مثل الأسماء الثلاثية المنتهية بتاء مربوطة كمفردة، مدرسة، التي لا نضيف قبلها الألف. بالإضافة، هناك كلمات تنتهي بألف أو همزة، ويحتوون على التنوين الذي يضاف بدون إضافة ألف أخرى، مثل مفردة، سماء. في أمثلة كتير ممكن توضح لك كيفية استخدام تنوين الفتح بشكل واضح. الأول نبدأ مع كلمة بيت، التي تصبح بيتاً عندما نضيف تنوين الفتح والألف. الكلمة الثانية قمر، سنضيف تنوين الفتح والألف ستبقى قمراً. هذه القواعد ستساعدنا في التفرقة بين الكلمات المعروفة وغير المعروفة، وتوثق من قدرتنا على الكتابة بشكل صحيح. تنوين الفتح هو جزء مهم لتعلم اللغة العربية وتكوين جمل مفيدة ومعرفة قواعد النحو. تابعنا في الرحلات القادمة لنتعلم أكثر عن أسرار اللغة العربية وجمالها الدائم.